ده قلمي خلصته من كتر كتابة أهدافي وهو زهق من كتر كتابته معايا. هو مستحملني بس عشان أنا اللي شاريه. قعدت قلت أفكر شوية مع نفسي وأفتكر عدد المرات اللي كتبت هدفي وفشلت في تحقيقه، وقلت لنفسي لازم أعرف الإجابة على السؤال ده: ليه إحنا مشتتين؟ وبعد التفكير للأسف لقيت الإجابة مجهولة. وسألت نفسي هم هدفهم إيه من إننا نكون جيل مشتت ومش عارف هو عايز إيه؟ قلت أدخل أشوف شات جي بي تي، لو هو شخص مش مسلم وعايز يضللنا كان ممكن يعمل ايه بالظبط. وللأسف اتصدمت من إجاباته اللي كنت بلاقيها فعلا في كل تصرفاتي اللي كنت بعملها كل يوم وأنا مش حاسس بيها. وأول سبب كان إنه يشتتنا عن الصلاة والذكر، وده كان عن طريق الريلز والألعاب والترندات ومتابعة التيك توك ليل ونهار، ويخلي وقتنا يضيع من غير ما نحس. نقضي ساعات كبيرة جدا وكأنها عدت علينا في 5 دقايق. وتاني سبب للأسف كان زراعة الشك فينا. دايما احنا بنجري ورا الخلافات والطوائف ونقعد نتناقش بالساعات على مين فينا صح ومين فينا غلط، وننسى الصلاة وحسن النية والتعامل الكويس اللي ديننا أصلا أمرنا بيها. شغلنا نفسنا بالمقارنات، وكل شوية نقعد نقارن نفسنا باللي عنده فلوس واللي نجح، لحد ما نحس إن ربنا سبحانه وتعالى ظلمنا، بيخلي ناس ما تستحقش تكون أحسن مننا. بعدنا واحدة واحدة عن أصحابنا الكويسين وخلانا نجري ورا صحابنا اللي بينزلوا أغاني عن الرجولة والشهامة علشان يحسوا إنهم رجالة ومفيش زيهم اتنين. كمان الذنوب بقت في عيوننا هينة وخلانا نقعد نقول الدين يسر وربنا غفور رحيم، لحد ما الذنب بتاعنا بقى طبيعي نعمله واحنا مطمنين، على اساس ان بعد ما نعمل الذنب ربنا سبحانه وتعالى يكون غفور رحيم. ده على اساس يعني ان احنا مطمنين ان احنا مش هنموت الا واحنا تايبين. بعدنا عن القرآن والصلاة، ودايما كنا بنقول لنفسنا ان احنا مشغولين ومش فاضيين واننا هنصلي، حتى لو هنصلي الصلاة مش في وقتها، لحد ما كسلنا خالص عن الصلاة وما بقيناش نصلي أصلا. وكان آخر سبب هو ضرب العمود المصلح في الأمة وهو العالم. كان لازم ولا بد يخلينا نشوف العلماء ناس مضللين وناس متشددين وناس مش عايزيننا نعيش حياتنا، ناس كل كلامهم حرام حرام حرام، لحد ما بقى الجاهل هو اللي بيفتي فينا للأسف، وبقى عندنا زي الفل ومش متشدد ولا أي حاجة. فقلت أفكر بقى شوية وأعرف أجيب حل المشكلة دي منين، لحد ما عرفت الحل الوحيد اللي هيقدر يحل مشكلتي دي. وكانت المفاجأة الكتاب اللي احنا راكنينه في كل مكان ومش بنيجي جنبه، وهو القرآن الكريم. كل المشاكل اللي ممكن أي حد يتخيلها أو ما يتخيلهاش كان حلها موجود في الكتاب ده. بس سبحان الله احنا مش واعيين ولا مدركين حجم الكنز اللي في ايدينا. فتحت وقلت ادور على اول سبب، وكانت اول آية هي: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان هيحاول يشتتك من كل مكان، يمينك وشمالك وفوقك وتحتك، ده الهدف بس ان هو يضللك. اما تاني آية وكانت: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. المشركين والكافرين كلهم عايزينك تبقى زيهم، علشان حتى لو دخلوا النار او حتى دخلت انت في دينهم تكونوا في الاخر زي بعض. فمن الآخر هم عايزينك تكون زيهم. وآخر سبب وأهم سبب كانت الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا أي سوف يلقون ضياعا كبيرا. ده بس عشان انت بعدت عن الصلاة واتبعت شهواتك. ومن هنا استنتجت ان هدف الشيطان والكافرين هو انهم يفرقوا بيننا ويبعدونا عن الصلاة، فكان الحل إنهم يشتتونا بكل بساطة. وكانت سبل التشتت كتيرة جدا وفي إيدك، زي التيك توك والريلز وغيرها من الحاجات اللي بتاخد عمرك وانت مش حاسس. حبيت أعرفك إيه الأسباب علشان ما تمرش بنفس تجربتي وتقعد تضيع في وقت وانت متعرفش السبب الحقيقي لفشلك في تحقيق أهدافك في الدنيا. فإلزم القرآن وصاحب الناس الكويسين وما تجادلش كتير مع أهل الباطل، وانشغل بنفسك وحافظ على صلاتك، تفز في الدنيا والآخرة.